إذا مرحبا بكم سيداتي وسادتي مباشرة على موقع البطولة كوم. معنا مباشرة لاعب الفريق سابو لكرة القدم القنيطري ولاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية، سي عادل هابيل، اللي غادي يتحدث لنا على المأساة اللي اهتزت من خلالها ومشاعر الجماهير المغربية، خصوصا بعد الحادثة اللي كانت ديال الفريق سابو واللي كان متوجه لمواجهة طلبات تطوان. سي عادل، بطبيعة الحال الجمهور المغربي بغاك تطمئنوا على الحالة الصحية للاعبين، ولو أن هناك أخبار تفيد يعني أخبار غير سارة، ولكن بغينا نشوفوا الواقعة من عندك. إلى يمكن تحدث لنا على الحالة الصحية أولا للاعبين. أولا السلام عليكم وشكرا على الاهتمام وهذا الشيء. ودابا نقول لكم الحالة ديال اللعابة والدراري. كاين واحد جوج ديال اللعابة، أخي ديال صغير وإسماعيل الخياطة، اللي الحالة ديالهم شي شوية مازال خطيرة في الكلينيك ديال المستشفى العسكري في الرباط وتحت العناية المركزة. نطلبوا من الله ان شاء الله يشوف من حالهم. والدراري اللي هنا في القنيطرة، في مصحة القنيطرة، كاين المدرب ديال المنتخب الوطني السي هشام دقيق، يعني عنده واحد الكسور على مستوى الظهر، ان شاء الله يكون بخير. المهم تيتحرك رجليه مزيان، يقدر يتمشى والحمد لله اللهم لك الحمد. وربيع الزعري عنده وكلها في رجليه، عنده واحد القصر في لاشوفي ديالو ويدو شويه مقصحه وراسه على مستوى الراس، ولكن الحمد لله مزيان اللهم لك الحمد. الحاله ديالو تتحسن. وعزيز درو ومروان حتى هما الحاله ديالهم شي شويه تتحسن، يعني عندهم واحد يعني اصابات ماشي خطيره بزاف. وابراهيم الادريسي اللي كان في العنايه المركزه، ولكن الحمد لله خرج منها ودوز السكانر ديالو، اللهم لك الحمد. ما عندوش شي حاجه كراف، ان شاء الله حتى هو بدا يتحسن باذن الله. واخا السي عادل، يعني الحاله هذه ديال اللعاب. السي عادل، يعني بطبيعه الحال كيفاش وقعت الحادثه وانتم كنتم متوجهين لتطوان؟ كنا متوجهين لتطوان، مشينا عبر واحد الحافله ديال المجلس البلدي. كانوا راكبين الدراري يعني قدامنا، وانايا والمدرب سي هشام دقيق ويحيى بايا كنا راكبين السياره مع المدرب، لانه كان غادي يتفرج وكان يتفرج في ذاك المقابله. والدراري كانوا قدامنا في ذاك المينيبيس، احنا كنا موراهم. وسي هشام دقيق كان شي شويه تيحس بالعياء، لانه كان راكبين وهذيك كان شارب واحد السيرو، وبحال اللي جاب له الناس وسميتو بغا يتفضل، بغا يمشي للدار مع الدراري بحال اللي يرتاح شي شويه تكا. وجا عندنا واحد المدرب ديالنا اللي كان غادي معنا اللي حنا في المقابله، جات صاحبي بينا سميتو السواف بحمد. الو سميتو زين يطلع معنا، زدنا واحد شي شويه وقعت الحادثه. يعني كان داك المينيبيس غادي يدوبل واحد السياره، المينيبيس كان غادي بواحد السرعه ديال 90-80 كيلومتر في الساعه، جا غادي يدوبل واحد الكات كريز مورانا، جاي بواحد السرعه زعما ما تصوروش، زعما السرعه فائقه بزاف. ضربت المينيبيس من اللور، وحنايا كنا جست موراهم. هذاك الكات تقلب وخرج ضرب في الطريق الاخرى، خرج الطريق الاخرى، جابوا داسهم واحد الحديده باش ما يمشيش للفوسيل تحت. واخا سي عادل، الدراري زعما في هذيك الحاله وراه مازال بطبيعه الحال تكون ما شاء الله. هادشي اللي كاين. سي عادل، شنو هي الرساله اللي تتوجهها الان للجماهير المغربيه اللي واقفه الان معكم وتتبعكم وتتبع الاخبار ديالكم، واللي تنتمناوها تكون ساره بطبيعه الحال في اخر المطاف؟ اللي نطلب من الجمهور هو الدعوات ديالهم ان شاء الله، ويطلبوا للدراري الشفاء العاجل ان شاء الله، ويكون الخير ان شاء الله، وتعود الضحكه والابتسامه للاهالي ديال الدراري ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء راه بخير. السي عادل، يعني قبل ما ننهيو فقط هذه المكالمه، السي عادل تنشوفك متاثر
وفقط بغيتك تقول لي في كلمه ولا كلمتين يعني شكون هو اسماعيل الخياطي وامين اليازغي اللي تتواجدوا في المستشفى العسكري بمدينه الرباط. يعني انت تقربتي منهم، اش تعرف على الخياطي وعلى اليازغي؟ الصراحة زعما ما نقولكش أكثر من خوتي، وواحد عندهم واحد الأخلاق يعني جد عالية، وسميتو حنا راه بحال الخوت، يعني في الفريق ديالنا بحال الخوت. اسماعيل الخياطي راه أكثر من خويا، وتأمين حتى هو اسماعيل الخياطي تيلعب معايا في المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، وأمين تيلعب معايا في الفريق سابو القنيطري. يعني وفهمتي أخلاق يعني عالية، وهنا الدراري كامل تيعرفوهم لا في قنيطرة لا في المغرب. وهادشي اللي كاين، نتمنى يا ربي ان شاء الله يشافيهم ويسعافيهم باذن الله. وهذه المتمنيات ديال الجماهير المغربيه والمتمنيات ديالنا بطبيعه الحال، والرساله وصلت بان الدعوات خصنا نكثروا منها بطبيعه الحال باش يخرجوا سالمين ان شاء الله. تنشكرك سي عادل بطبيعه الحال على سعه الصدر ديالك. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا.